تعالوا النهاردة نعمل سمك فيليه مقرمش وذهبي ولذيذ كده بخلطة جميلة جدا جدا بأسهل طريقة وأحلى طعم هتجربوه. ويا سلام بقى عليه كده في العيش البلدي مع عودين جرجير وسلطة طحينة، تحفة. أحلى ساندوتش ده، ممكن كمان مع رز صيدية وسلطة يعني زي ما تحبوا. الفيليه قلبه أبيض ومقرمش وحلو جدا. تعالوا بقى نشوف الطريقة على طول. أول حاجة عملتها غسلت السمك كويس جدا وسبته يصفي أي مية فيه. تعالوا بقى نجهز التتبيلة. معلقة كبيرة من خلطة السمك كنت منزلة طريقتها على الصفحة الفيديو لوحده، وهنزل لكم المكونات في أول تعليق. وكمان معلقة ونص كبيرة مستردة، والتركة دي واخداها من محل سمك في اسكندرية، كان السمك بتاعه طعمه جميل جدا. وعرفت ان هما بيضيفوا المستردة لأي سمك مقلي زي كده، يعني دوت او جمبري او صبيط بيضيفوا المستردة بتدي طعم حلو قوي. تعالوا بقى نتبل كل السمك اللي عندنا ده، نقلبه كويس جدا، وبعد كده ننقله في طبق. وفي نفس الصينية اللي احنا تبلنا فيها اللي هي بقى مكانها مستردة وخلطة السمك دي حلوة جدا، دي كانت توم وملح وكمون وكزبرة وخل وليمون وزيت وجميع انواع الفلفل وفلفل حامي ورومي والوان، وكل الخلطة الحلوة دي ضربتها في الكبة، بشيلها في الفريزر وباخد منها وقت ما احتاج. ننقله بقى في طبق خارجي زي كده، والصينية دي اللي هنشتغل فيها هنزل عليها بقى بكوباية دقيق وعليهم معلقة كبيرة نشا، ودي اللي هتدي اللون والقرمشة الحلوة دي. وكمان بقى ايه حاجات بسيطة كده، ربع معلقة من كل الحاجات اللي اقولكوا عليها دي، بابريكا، شوية ملح صغيرين، توم باودر، بصل باودر، كزبرة، كمون. هقلب كل الحاجات دي كلها وننزل بقى عليهم بشوية مية كده لحد ما تبقى عجينة خفيفة معانا. انا هنا كنت نسيت الكركم برضو بيدي لون حلو قوي في الوصفة دي. ونقلب بقى، وكل ما نحتاج مية انا عايزاها عجينة سايلة. شايفين كل ما كان بتتقل معايا كنت بضيف شوية مية لحد ما وصلت للقوام اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هجيب السمك وانزل بيه في الخلطة اللي احنا عملناها دي، ونغلفه بستريتش وندخله التلاجة. وهنا بقى طلعته من التلاجة بعد ساعة، وجبت كيس كده عشان اسهل على نفسي، وحطيت فيه معلقة نشا كبيرة، شوية ملح صغيرين، بابريكا، كركم. بصوا الحاجات اللي احنا حطيناها في الخلطة السائلة هي عليهم بقى كوباية دقيق، وعليهم بقى الكيس دوت. انا اول مرة اجربه كيس الفيجيتار، بس ادى نتيجة حلوة قوي. حطيت كيس فيجيتار مع الخلطة دي ادى طعم هايل. هنزل بقى بالسمك في قلب الكيس بالشكل ده واقعد اقلبه. الخطوة دي في الكيس بتريحني بقى ايه من البهدلة والمواعين والحاجات دي كلها. كمان السمك بيتبل حلو قوي وبيتغلف كويس جدا في الدقيق بالشكل ده. الجمبري بعمله بنفس الطريقة. هقلب بقى الكيس كويس جدا في السمك كده، وفي الوقت ده كمان كان الزيت بيسخن. تعالوا بقى في زيت سخن وحاجة كده تبقى غويطة شوية، نطلع السمك بقى من الكيس وننفضه كويس من اي دقيق زيادة فيه. شايفين الشكل بقى اللي اتعمل ده كده زي الستريبس كده. ننزل بقى بالسمك في الزيت سخن كده على طول. النار طبعا تكون عالية. بياخد حوالي 10 دقايق على النار وبيستوي معايا، وبيبقى لونه مقرمش وذهبي وجميل جدا. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ بطلعه بقى على مصفى عشان يصفي اي زيت فيه، وكمان يحتفظ بالقرمشة بتاعته. بالشكل ده كده هكمل بقى لحد ما اخلص الكمية، وتطلع بقى بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. نديله كده رشة كزبرة على الوش بعد القلي، تنقل طعمه لحتة تانية خالص. تعالوا بقى نعمل السندوتش الجامد ده. قطعتين فيليه في عيش بلدي طازة مع عودين جرجير وطحينة، وبس كده احلى اكلة.